احنا قلنا ان البوتوكس مش للتجميل بس، قولي لي بقى استخداماته ايه بره التجميل كعلاج؟ كعلاج البوتوكس هايل جدا لما بنحقنه للحالات اللي عندها صداع نصفي او الحالات اللي بتجز على اسنانها بالليل وتقول لك انا بصحى السنان بتاعتي بتتبرد من كتر الجز، بتدي دراماتيك ريسبونس لما بيتحقن لها بوتوكس. الناس اللي قعدت الكراسي عندها طول الوقت فبيبقى عندهم تنشن، فلما بيتحقن برده في المنطقه بيتحقنوا في الكتاف هنا في الترابيزيوس ماسل بتحسن جدا وبيدي كمان مور فيمينين لوك لانه كمان بيطول الرقبه شويه. وطبعا الحالات بتاعه التعرق بيبقى هايل معاها، الناس اللي بتعرق كتير اندر ارمز او الايد او الرجل بيبقى حلو جدا معاها. طب الناس دي بتخاف يا دكتور، الناس اللي بتعرق كتير دي بتخاف قوي، بتقول العرق ده حاجه صحيه واحنا مش المفروض نحقنه اي حاجه تبطل ان نعرق، فالعرق ده هيروح فين لو احنا وقفناه؟ بصي سؤالك حلو جدا وبنتساله فعلا كتير في العياده، لان خلينا متفقين ان التعرق الزايد ده مش طبيعي، دي فرط التعرق دي حاجه برايمري هايبر هيدروزس، ده حاجه ان احنا عندنا افراز زياده في العرق فهو بيمنع السايكل من الاول، مش ان هو بيتفرز بس هو ايه ده هو هيتحبس تحت الجلد، لا هو بيمنع السايكل من البدايه. فالحالات بقى اللي هي عندها مشاكل او ايديها بتعرق كتير، الناس اللي بتلعب على الكيبورد طول الوقت او معتمده على الهاند سكيلز بتاعتها بتبقى نتيجتها حلوه. طبعا. الجلسه ما بتاخدش 10 دقائق، النتيجه بتبان خلال ايام، وفي نفس الوقت بتقعد معاها من 6 ل 9 شهور اولموست من الصيف للصيف. يعني ممكن تقعد سنتين ما يحقنش من الصيف للصيف، فنتائجها بتبقى حلوه جدا. طب